الحكاية بدأت مع أمس في الخميس في نص النهار لما رجع الأخ اللي شاد المكتب وجد الرسالة هذه في المدرج أمام باب المكتب. الرسالة هذه فيها مكتوب على الظرف من برا المكتب الإسلامي، كمان مكتوب عليه من الجهة الأخرى حركة النهضة ترحب بكم. يحتوي على كتابة مشابهة معناها كاتبها حب يضاهي بها القرآن أو حب يشبه القرآن، يمكن طريقة كتابتها مثل آيات القرآن، وفيها نوع من التعدي على الإسلام مما كتب فيها. أليس هذا بمثل قرآنكم أم أنتم تعمهون؟ إن الذين تحرروا بالعلم تنوروا إنهم لنا رازقين. من بعد في صلاة العصر، أثناء صلاة العصر بعض الشباب يتوضوا في الميضة وجدوا نسخة من القرآن الكريم موجودة داخل بيت الخلاء، داخل في المرحاض. ثم بعد ذلك أثناء صلاة العشاء وجدوا أيضا نسخة أخرى من القرآن الكريم في الميضة متاع جامع البر في جلال، وأيضا في جامع الرضوان في طريق مدينين وجدوا نسخة من القرآن ممزقة في مدخل المسجد. وفي صلاة الصبح من اليوم الجمعة وجدوا أيضا باب مسجد البر بطريق راس جدير، وجدوهم قد وسخ باب المسجد بالبيض، معناها نوع من الاعتداء على المسجد بالبيض ورميه بالبيض على باب المسجد. إلى حد الآن طبعا ما عرفناش الفاعل شكون يوقف وراء الشيء هذا شكون، وثم معناها حتى مبادرات من المواطنين معناها باش يعسوا على المساجد وباش يتبعوا الحكاية مصدرها منين. احنا لحد الآن معناها ما عندنا حتى شكوك في حتى حد شكون، ولكن يوجد نوع من الغضب والاحتقان بين الشباب وبين عموم الناس. الحكاية منتشرة بين العباد شكون، نوع من الاستغراب والاستنكار. الحكاية هذه أول مرة تحدث في بن قردان، ما صارتش قبل معناها، وما نتصور ما عندها حتى مبرر معناها لا خلافات سياسية لا حتى شيء معناها باش يوصل الأمر معناها التعدي إلى القرآن الكريم. لأن القرآن الكريم معناها ليس حكرا على حد وليس ملكا لأي طرف، سواء كان طرف سياسي أو فكري أو مهما كان. القرآن كلام الله، وهو معناها مقدس لدى عموم الشعب التونسي ولدى المسلمين في أي مكان. طبعا احنا ندعو كافة الشباب وجميع الناس طووا إلى الهدوء وإلى عدم فعل أي شيء، فقط التنبه حتى نتعرف على الفاعل شكون